السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو مع بعضنا طاقلياتيل بوصفة سهلة وبسيطة وبزاف بنينة. بقاو معنا باش تشوفوا الوصفة. ما تنساوناش دائما بالدعم جيم بارطاج وسبسكرايب. ونقولوا بسم الله، نبداو نلوحو الدجاج تاعنا. فوالا. هيا دركا واش نديرو؟ نزيدو لها البصلة تكون اشي، ما تكونش يعني مليحية في لاشوار، ولا تكون غير هكذا برك مقطعة شوية خشينة. هنايا دركا نهضروا على التوابل. شوفوا واش عندنا هنايا. عندنا 4 بهارات، عندنا فلفل اسود، زعترة والحمار. هنا عندنا الكمون، الزنجبيل، راس الحانوت والكاري. دركا نحطو الطوماطيش، الطماطم تاع الحب، 2 حبات كبار تاع الطماطم. نزيدوهم لاصوص تاعنا كما قلنا درنا فيها الزيت، حطينا وراه الدجاج ولا الصديره هذيك، زدنا وراه البصل والثوم، ودرنا معاه الطماطم. بالنسبه للطاقلية واش نديرو لها؟ الطاقلية واش درنا الماء، حطيناه يغلي، نحطولو شويه زيت شويه الملح، ونحطو الطاقلية تاعنا ولا سباغيتي ولا واش راح نديرو لمده 7 دقائق، ومن بعد نشوكيوه بالماء بارد من بعد ما يتحرناش في لاصوص. نعاودو نرجعو للخلطة تاعنا، نحطو لها الملح، لاصوص تاعنا تتقلى مع الملح شويه، لي زيبيس اللي ذكرناهم في الاول هادو هما، ونخليوها نحركوها ونخليوها تتقلى مليح. يا جماعه هذه الطاقليه تاعي قسمتها على زوج، ما درتهاش طويله. كما تحبوا ديروها طويله، تحبوا ديروها قصيره. راح نلوحها مباشره في الماء هذاك اللي غليان، درتلو شويه لي زيبيس ودرتلو شويه الملح وزيت الزيتون. هذا ما كان. كما راكم تشوفوا هاوليك في الماء غليان، نخليها 7 دقائق ونشوكيها بالماء بارد. لاصوص تاعي دركا تقلات مليح. واش ندير لها؟ نزيد لها شويه الماء، ونفضل اني نزيد لها الماء من تاع اللي طيب فيه الطاقليه تاع البعد، ولا سباغيتي، ولا نفس الطريقه قادرين تعتمدوها في السباغيتي تاني. نمرق كيما هكذا ونشوف تراش. دونك كل واحد وكيفاش، كاين اللي يحبها عاقده، كاين اللي يحبها يعني جاريه. هي من الافضل تكون شويه عاقده احسن. كما راكم تشوفوا، سمحوا لي راني حاكم بيدو، مصور بيدو، خلط بيدو، داك راح يكون شويه. هذه هي، نخليها تطيب مليح هذه الدجاج او تحكم الغليه، باسكو الدجاج ما يديش اصلا الوقت للطياب. تحبوا تزيدوا فيها شويه الجزر ولا كاين كورجات ولا حاجه، يعني هذا اختياري. انا ما نحب نزيد لها والو، غير هذه برك الطماطم برك والدجاج والبصل وهذاك. هذا مكان، وبقاو معنا باش تشوفوا النتيجه الاخيره. لانه بعد ما قلنا طيب هذيك الطاقليه تاع 7 دقائق راح نشوكيها بالماء بارد، ومن بعد نحطها هنا زيت تشرب لاصوص هذه. بقاو معنا والى الملتقى. هذه يا جماعه الطاقليه تاعي بعد ما صفيتها من الماء السخون وغسلتها بالماء بارد، شغل فرغت عليها الماء بارد. دركا نخليها تقطر، واللاصوص هذيك او الماء هذاك اللي غليت فيه بيه راح نمرق، يعني ما نسخنش الماء عاود خلاف ونمرق به مباشره بهذاك الماء اللي صفيته من هذه، بيه نعاود نمرق. اذا هاوليك الماء هذاك اللي صفيت من الطاقليه تاع نمرق قد ما نحتاج، كما هكذا راهو بزاف. كنعاود نخليها تغلي شويه، لاني درتها سما ماهيش طايبه مليح، شغل نتانتيه برك. درتها غليت، كما نقولوا حنا ندير لها 7 دقائق، ومن بعد شوكيتها بالماء بارد، سما راح شغل تجي مقلسله. معناتها درك كي نحطها في وسط المرقه راح تشرب المرقه بلا ما تحرحر لي في وسط لاصوص، شغل كيما كي تولي مقلسله هكذا، شغل قابضه روحها. ودركا نحطوا الطاقليه تاعنا كما هكذا. كما راكم تشوفوا دركا انا حطيناها في الاخر، نزيدوا لها شويه تاع السمن كما هكذا، شويه السمن ولا شويه زبده. وهذه هي دوك كي توجد ان شاء الله راح نبعثها لكم في صحن التقديم. وهذه هي الطاقليه تاعي، ما شاء الله بنه روعه. كنتو قادرين تزيدو تحمروا شويه الدجاج وتجي
مانيفايك. مانيفايك بريستيج في اي بي. جربوها ما تندموش، بنينة بنينة يا جماعة، بنينة بزاف. هيا السلام عليكم.